1500 متر، عليهم فيلا بمساحة 260 متر مباني. عندك حمام سباحة بمساحة 100 متر. عندك الفيلا 260 متر فيها 3 غرف، من ضمنهم غرفة ماستر فيها 3 حمام. في عندك غرفتين للتخزين خارج الفيلا. في عندك باركنج بيشيل لغاية عربيتين 2. دي الواجهة، ده الفيو اللي على حمام السباحة، ده ظهر الفيلا. احنا جوه كومباوند بينك وبين مصر اسكندرية الصحراوي، طريق مصر اسكندرية الصحراوي بالظبط 10 دقايق. بينك وبين برضو مطار سفنكس وبوابات القاهرة وزايد واكتوبر، يعني حوالي بينك وبين المطار وهايبر 1 حوالي تلت ساعة. بينك وبين البوابات القاهرة وزايد واكتوبر حوالي نص ساعة. عندك هنا المطبخ طبعا مفتوح على الريسبشن. طبعا الفيلا لسه فيها تشطيب، لسه ما خلصتش بالكامل. ده الريسبشن برضو مساحته كبيرة جدا وحلو. ده ممر برضو بوديك للغرف. ده حمام. هي الفيلا دور أرض طبعا و260 متر مبنى. دي أول غرفة، دي تاني غرفة، ودي الماستر اللي فيها الحمام. ده الحمام. دي تالت غرفة. كده عندنا 3 غرف من ضمنهم غرفة ماستر. في عندك ده حمام برضو بيخدم برضو هنا على الغرفتين الباقيين. ده ريسبشن مساحته كبيرة برضو حلوة. ده المطبخ مفتوح طبعا على الريسبشن. هنا برضو في عندك الحمام التاني. بس طبعا الفيلا لسه بتتشطب. ده الباب الرئيسي للفيلا. دي تقريبا غرفة كمان. ده الباب بتاعك على الطريق برضو على طول. في عندك الباركنج جنب منك هنا على طول. هنا الباركنج بتاعك بيشيل حوالي عربيتين. عندك الباركنج بيشيل عربيتين بالظبط. ده الطريق بتاع الكومباوند، طبعا كومباوند سكن زراعي. دي الواجهة برضو بتاعتك من على الطريق من بره. زي ما قلت لك مساحة الأرض 1500 متر، مساحة المباني 260 متر. فيها حوالي 3 غرف، 3 غرف من ضمنهم غرفة ماستر، ريسبشن، مطبخ مفتوح على الريسبشن. عندك خزان مياه، عندك خزان مياه طبعا تحت الأرض. في عندك حمام سباحة بمساحة 100 متر. في عندك الجاردن. طبعا الجاردن كبيرة، مساحتها كبيرة برضو حلوة وممتازة. وممكن تزرع في وسط النجيلة هنا لاندسكيب. ممكن تزرع أشجار مانجا، خوخ، برقوق، أي حاجة. دي مساحة الجاردن اللي معايا. ده حمام سباحة بمساحة 100 متر. طبعا لو عايز تعرف تفاصيل أكتر هتلاقي التلات أرقام بتوع شركتنا. الأرقام التلاتة عليهم واتساب، وبرضو متاحين للمكالمات.